بارت 2 من الاسباب اللي بتخلي تدريس الانجليش صعب للمدرسين. شفتوا الفيديو ده؟ لو ما شفتوش لازم تروحوا تشوفوه عشان ده بارت 2 من هي الاسباب اللي بتخلي المدرسين ما بيعرفوش يشرحوا انجليش. وكان اول سبب هو بعد دراسة طويلة وهو التحضير. ايوه، ان التيتشر او المدرس بيحضر الدرس كل يوم. وهنا انا لقيت حل بعد ما فتحنا اللاب وقفلناه اكتر من 3-4 مرات. هنا طلعنا بويب سايت هيخلينا نحضر الدرس في 3 ثواني. هسيب لكم الاسم في اول كومنت. احنا لما بنكتب الاسم في السيرش بيطلع الويب سايت، بيجي لنا في اول حاجه بالظبط هو تحضير الدرس. بندخل بنكتب الهدف من الدرس ايه، موضوع الدرس ايه، الفئه العمريه ايه بالظبط. هنا زي ما انا اخترت ان انا بحضر الدرس بتاع ليدر A، وان الفئه العمريه اللي عندي هي فئه رياض اطفال اللي هم الاطفال الصغيرين هو KG 1 او KG 2. وبعد كده ببدأ أقول له توليد أو إن هو يكمل الدرس. هنا بيبدأ يحضره، بيكتب لي الأهداف إيه، بيكتب لي الأسئلة بتاعتي، بيكتب لي التقويم، بيحضر لي الدرس، بيديني أكتيفيتي كتير جدا عليه بحيث إن هي تساعدني إن أنا أعمل أنشطة كتير في الفصل وأنوع كل يوم. كل ده وأكتر هنتعلمه في كورس الإنجليش تيتشنج. كل التفاصيل بتاعته برايفت على رسالة الصفحة أو اكتبي في الكومنت كورس الإنجليش تيتشنج وهيتم الرد عليكي. باي.